السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه 18 من مسلسل جوديا. ديروا لايك ابونا وما تنسوش تشجعونا في التعليقات. الحلقه ديالنا غادي نشوفوا فيها جوديا في الفيلا عندها حرب كبيره تما، وخصوصا مع فطومه، حيت فطومه كدير ليها المستحيل باش انها تخلي جوديا تخرج من الفيلا، ولاني هي عارفه شنو باغيه. داكشي علاش حتى الحاج بن سالم دايراه في جيبها، كتحكم فيه كيف ما بغات، وعرفات كيفاش دوز ليه، يعني كتشطح عليه، كتراضيه، كتخلي ما دير باش تبين ليه بلي راه هي كلشي في حياته. وزعما كان قال لها على قبلك انا دابا وليت كنشرب الدواء، شحال هذيك كنت كنتسنى غير الموت امتى تجي، اما دابا وليت باغي نعيش وباغي ندوز حياتي ونفرح براسي. وهذا الشيء كيزيد يخلي ان جوديا تبقى غاديه في الخطه ديالها، ما حتى هي غاديه هكا والحاج ديالها وفي جيبها. اما بالنسبه للعربي فجوديا ما دياهاش فيه، بحيث حتى هي واخده عليه واحد النظره كيف ما كانت وصاتها امها من قبل. وغادي نشوفوا باللي فين ما يدور كيقول لهم ما بغيتش نعاود نرتكب الخطا اللي كنت داير من قبل. يعني هو كيعتبر العلاقه اللي كان داير هو والام ديال جوديا فراه غير مجرد خطا. وهنا كتزيد جوديا تحقد عليه اكثر، ولكن غادي نشوفوا باللي جوديا هادشي اللي كدير فيه مع العربي غادي تقلب تماما من بعد مع الوقت. جوديا لاحظت التصرفات اللي كديرهم في الطومه مع راجلها العربي، يعني كتغوت عليه، مدلاه، حيد ليه فلوسو كاملين. وملي بحثات اكثر علاش هاد السيده دابا جالسه غير في الدار وما عندو لا ريال لا جوج، عرفت باللي مشاو ليه الفلوس بسبب ديك العلاقه اللي كانت عنده مع الام ديال جوديا. وهنايا جوديا طاح ليها العجب وتصدمات، حيت هاد الحقيقه هذه ما كانتش عارفها من قبل. وحتى منير هاد الكاركتير اللي عنده راه بسبب داكشي اللي عاش فيه وتربى فيه ما بين والديه. يعني شاف باه كيفاش مدلول وكيفاش فاطمه كتغوت عليه وديما كتخاصم عليه وهو ما كيقول حتى شي كلمه. هو ملي بدا كيكبر بدا كيعرف باللي هذاك الشيء اللي كيدير باه ما خصوش يكون كيدير بحالو، سينو حتى هو غادي يعيش نفس التجربه. داكشي علاش من الصغر ديالو هو عنيد وكيغوات. وحتى هو ملي دوز علاقات وبدا كيتصاحب وتيخرج والدوران فين ماشي بنت كتبغي تهز عليه يديه وكتبغي دير كيف ما كدير فاطمه مع باه، هو ما كيخليش لها المجال وكيضربها. حنا كما كنعرفوا فاطمه مع جوديا ديما صداع المشاكل، ولكن هنا العربي يسكت حتى يسكت، وغادي يبغي يبدا يواجه فاطمه، حيت هادشي اللي كدير فيه على قبل جوديا راه ما يمكنش. وغادي نشوفوا بالله فاطمه تصدمات، حيت اول مره غادي يواجهها راجلها من بعد ما مشاو ليه الفلوس، وخصوصا على قبل جوديا. هنا قالت لي انت اللي دابا كتواجه معايا على قبلها، اذا انت كتبغيها غير قول. هنايا هو ما داهاش فيها وخلاها في هواها، ولكن فاطمه ما تصرطعتش ليها كيفاش واجهها وطيح من قيمتها قدام جوديا. جوديا حتى هي جاها هادشي عجب كيفاش العربي دافع عليها وقدام شكون، قدام فطومه، وما خاف ما والو. هادشي ثار ليها العجب، وداكشي علاش حتى هي بغات تعطيه فرصه وتعرف شنو كاين عنده وشنو مخبي عنده. هي عارفه شنو طرا وقالت لها امها كلشي، ولكن هذا كيبقى الطرف الاول، خاصها تعرف الطرف الثاني باش ديك الساعه تحكم مزيان وتعرف حتى هي شنو اللي ليها وشنو اللي عليها. راه دابا دخلت للفيلا، ما غادا تخسر والو الا سمعت لي وعرفت حتى هو شنو عنده. العربي علاش دار هاد الشيء؟ حيت بانت ليه جوديا بدوك التحركات ديالها ودوك الافعال اللي كدير بداو كيفكروه ولا كتفكروا في الماضي. يعني بدات كتفكروا في امها، يعني داكشي اللي كدير بحال داكشي اللي كانت كدير امها تماما. وداكشي علاش هو ما شعرش ودار ديك ردة الفعل اللي كان دارها قدام في الطومه. ملي كتجيه الفرصه، ملي كتكون جوديه جالسه كيبغي يجلس ويهضر معاها ويتحدث معاها، حيت فريمون بدات كتفكروا في الماضي. وحتى جودي كي قلت لكم باغيه تعطيه ديك الفرصه باش تعرف الطرف الاخر شنو يعني باها. ولكن هادشي ما قالش ليه بلي راك انت با، ولا القصه كامله ما عاودت ليه والو، خلاته غادي في هواه وبلا ما يعرف والو باش حتى هي تعرف اشنو كاين وشنو طرا بالضبط في الماضي. فطومه ملي ولات كتشوف العربي وجوديه جالسين مع بعضياتهم وكيتحدثوا، هنايا فطومه جاتها الغيره وبدات كتقول هذا واقيلا كيبغيها. وهنايا غادي نشوفوا شنو غادا دير فطومه باش توقف هذا الشيء هذا اللي كاين ما بين العربي وجوديا. العربي كيف قلنا هادشي كامل اللي كيديروا ولا هاد الجلاس اللي كيجلس مع جودي باش يهضر معاها غير حيت كتفكروا في الام ديالها، ولكن ماشي في الوجه ولا الشبه، ولكن في التصرفات والكاركتير ديالها. فطومه غادا تمشي عند الحاج بن سالم وغادا تقول ليه سير شد عليا مراتك، راه كدور ليا براجلي، واش دابا انت مزوج بها باش تعيش معاك انت ولا تعيش ليا مع راجلي انايا؟ هنايا الحاج بن سالم ما عارف مرته شنو كتسوى وكيفاش كتعامل معاه وكتبغيه بزاف. فهنايا تا هو جاتو الغيره ومشى ديريكت لعند العربي وبدا كيتواجه معاه. العربي غادي يقول ليه بلي انا راه حاسب جوديه بحال بنتي وما كاين حتى شي حاجه بيناتنا، بالعكس راه في الطومه اللي عزيز عليها المشاكل وراك عارف ما مسروطاش ليها القضيه ديال الزواج ديالك، ودابا لقات هاد السبه هادي باش نتايا تبدا تحس بشي احاسيس تجاه مرتك وتدخل لك صداع بيناتكم. وهادشي هو اللي غادي يخليها تكون هي فرحانه دابا.
هنايا الحاج بن سلام دوار في راسو وقال بصح راه عنده الحق، ومشى ودار عين ميكا. وليني عاودت جات عنده هنايا في الطومه، وليني هنايا ما خلاهاش، بدات تعاود تقول ليه راه كاين شي حاجه بيناتهم. هو ولا كيقول لها سيري بعدي مني، راه فيك انت غير المشاكل وما كتهني حتى تينوض تصدع في هاد الفيلا هادي. الله يرحم بها الوالدين، خلينا لك في الثقه. في الطومه من بعد ما غادا تشوف باللي راسها ولات كتحس براسها بوحديتها هي اللي كتحارب باش تطيح جوديه، ولكن ما غاداش تقدر. داكشي علاش غادي تستعان بزيزو، حيت زيزو كما كنعرفوا هي كل شيء بالنسبه للفطومه. اي حاجه خبيثه ولا فيها الافكار ولا الخطط هي اللي كتقيدها، وهي اللي كتقول لها شنو دير، وبالفعل كيكونوا خططها زويونين. وهي اللي كانت قالت ليها شحال هادي سيري ووقفي ضد من جوديه قبل ما يتزوجوا، فراه ديك الساعه غيصعب علينا الطرح. اللهم ديري شي حاجه دابا قبل. الا كانت كتخاف راه غادا تتمشي قبل ما تتزوج، اما الا كانت بصح داخله على الحرب خليها حتى تجي للفيلا وغادي نعجبك فيها. هنايا بصح ملي غادا تجي دابا الوقيته اللي غادي تحتاجها فيه، غادي تقول ليها ما عليك غير بالخدامه هي اللي غادي تقاد لك الضربه، حيت هي اللي غتولي حاضيها وهي اللي غادي تولي معاونها. قالت لها خليها الخدامه تحسبها بحال الخدامه ديالها باش تبدا تعاود ليها اسرارها، ومن بعد من لحيتو نلقموا ليه من داكشي اللي غادا تقول ليها وهذا غنبداو نضربوها بسلاحه. هنايا في الطومه قالت لها عندك الحق، وتا الخدامه كتبان ليا خدامه واعره وزوينه. علاش؟ حيت مبينه ليا بانها وليت كنثيق فيها، كتبان ليا باللي معقوله، وزيد ليها باغيه ليا الخير. فيما كنبغي نحط يديا على الجرح كيبرى. اما جوديا غدا تقرب من اختها شيماء اللي اختها من باها، وهي راه عارفه راها اختها، وليني شيماء ما عارفه والو. وبدات كتتواسى هي وياها وكيهضروا خصوصا على القضيه ديال شيماء. راكم عارفين ما بقات شيماء مصدومه من داكشي اللي وقع لها مع راجلها، وخصوصا هي حامله، وهي غادا تقول لها خليك حامله. الوليدات راه شي حاجه زوينه في الحياه، وغادا تهضر معاها. شيماء جاب لها الله اللي فهمها، وخصوصا حيت في الفيلا كامله ما كايناش شي بنت تما ولا شي وحده اللي فلاش ديالها اللي تهضر معاها وتواسى معاها. وليني جاب لها الله جوديا اللي كلشي ظالمها، وتا شي واحد ما حاملها في ديك الفيلا. في الطومه فيما كتشوف شيماء جالسه مع جوديا ما كيعجبهاش الحال، وكتدور لي تغوت على بنتها، الشيء اللي كيخلي ديما في الطومه ما كيحملها حتى شي واحد نيت في ديك الفيلا. ها هي شيماء مرتاحه مع جوديا، ولكن في الطومه ما عجبهاش الحال. كما كنشوفوا بانه حتى ولدها كانت تتحكم فيه بزاف، وليدي هو ولد مو، يعني عاجبو داكشي كيفاش هي مراقبه، حيت هي اللي كتحل ليه المشاكل وكتدخل ديما بالفلوس باش كتحل ليه دوك المشاكل كاملين اللي عنده. المهم جايين بزاف ديال الاحداث في هذا المسلسل اللي غادي يغيروا المجرى ديالو كاملين، وغادي يدخل في واحد الازمه اللي كبيره وكبيره بزاف. وحتى كنزه غنشوفوا ان الطريق اللي غاديه فيها هي وهيبه راه طريق اللي ما هياش، وخصوصا هيبه شافت هذيك صاحبتها ساره كيفاش كتجيب الفلوس. بزاف ديال الاحداث باقيين غادي نشوفوهم في هذه الحلقه وحتى في حلقات الماجين. ديروا لايك ابونا وشجعونا في التعليقات، ونشوفكم في فيديوهات جايين. سلام. العربي كيف قلنا هادشي كامل اللي كيديروا، ولا هاد الجلاس اللي كيجلس مع جودي باش يهضر معاها غير حيت كتفكروا في الام ديالها، وليني ماشي في الوجه ولا الشبه، وليني في التصرفات والكاركتير ديالها. في الطومه غادا تمشي عند الحاج بن سالم وغادا تقول ليه سير شد عليا مراتك، راه كدور ليا براجلي، واش دابا انت مزوج بها باش تعيش معاك انت ولا تعيش ليا مع راجلي انايا؟ هنايا الحاج بن سالم ما عارف مرته شنو كتسوى وكيفاش كتعامل معاه وكتبغيه بزاف. فهنايا تا هو جاتو الغيره ومشى ديريكت لعند العربي وبدا كيتواجه معاه. العربي غادي يقول ليه بلي انا راه حاسب جوديه بحال بنتي وما كاينه حتى شي حاجه بيناتنا، بالعكس راه في الطومه اللي عزيز عليها المشاكل، وراك عارف ما مصروطاش ليها القضيه ديال الزواج ديالك، ودابا لقات هاد السبه هادي باش نتايا تبدا تحس بشي احاسيس تجاه مرتك وتدخل لك صداع بيناتكم، وهادشي هو اللي غادي يخليها تكون هي فرحانه دابا. هنايا الحاج بن سلام دوار في راسو وقال بصح راه عنده الحق، ومشى ودار عين ميكا. وليني عاودت جات عنده هنايا في الطومه، وليني هنايا ما خلاهاش، تبدا تعاود تقول ليه راه كاين شي حاجه بيناتهم. هو ولا كيقول لها سيري بعدي مني، راه فيك انت غير المشاكل وما كتهني حتى تينوض تصدع في هاد الفيلا هادي. الله يرحم بها الوالدين، خلينا لك في الثقه.